تفتكر إن في حد على مر التاريخ كان عنده الجرأة إن يقول أنا ربكم الأعلى؟ مش فرعون موسى، لأ، ده حد أقدم منه أكتر جنونا. النهاردة هحكي لكم عن راجل اتحدى ربنا وكانت نهايته صادمة. زمان جدا قبل آلاف السنين في أرض اسمها بابل اللي هي العراق دلوقتي، وكان ملكها راجل اسمه النمرود ابن كنعان. كان راجل متكبر وظالم جدا، اتكبر لدرجة في الأرض إنه ادعى الألوهية وقال أنا ربكم اعبدوني. الناس كلها كانت بتهابه. في يوم ظهر سيدنا إبراهيم عليه السلام، وراح الملك النمرود لإبراهيم وسأله من ربك؟ رد عليه سيدنا إبراهيم بكل ثبات وقال له ربي الذي يحيي ويميت. رد النمرود بكل غرور وأنا أحيي وأميت. وجاب 2 من السجناء، قتل واحد وساب التاني حر، وقال له أنا كده أحييت واحد وقتلت التاني. لكن سيدنا إبراهيم بكل هدوء قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. وهنا النمرود اتصدم وسكت ومعرفش يرد، وده كان أول شرخ في غروره. ربنا قال في القرآن فبهت الذي كفر. بس النمرود ما اتعصش، بدأ يبني برج ضخم جدا علشان يوصل للسماء ويتحدى ربنا، وقال لهم هطلع لربكم وهحاربه. وجمع جيش مهول وأمرهم يضربوا السهام للسماء، ورجعت السهام عليهم مليانة بالدم. قال لهم ساعتها قتلت رب إبراهيم. غروره صور له إن قتل أهل السماوات. بس هنا كانت النهاية. ربنا ما بعتلوش جيش ولا نار من السماء ولا حتى أخفس الأرض من تحته، بعتله أضعف مخلوق على وجه الأرض، بعوضة. والله بعوضة واحدة دخلت في أنفه ووصلت لمخه، وابتدى يصرخ زي المجنون، وما كانش بيحس بالراحة غير لما يضربوه على دماغه بالنعال. قعد كده سنين لحد ما مات وهو بيتعذب ميتة مذلة بأضعف مخلوق في الكون. القصة دي مش مجرد حكاية بنحكيها، دي رسالة لكل مغرور، لكل واحد شايف نفسه فوق الناس. ربنا ممكن يسيبك لحد ما تيجي نهايتك في أضعف لحظة. وبس كده، اكتب في التعليقات اللهم لا تجعلنا من المتكبرين، وما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتشترك في القناة.